وصفة الباستيشيو اللي كنتو تسناو فيها راني بارطاجيتها، اللي درتها لكم مع الخبز المنفوخ ساندويشات، جات ولا اروع بزاف بنان. الوصفة تاع الخبز المنفوخ راهي في قناتي وفي صفحتي، ادخلوا تلقاوها. ودوكا راح نبارطاجي لكم باستيشيو رائع فيه دجاج وبطاطا وكريمة الجبن، هذا ما كان يجيكم معسل. ديروا حفظ للفيديو، يلا نبداو الوصفة تاعنا. عندنا صدر تاع الدجاج حسب عدد افراد العائلة، تقدروا تنقصوا ولا تزيدوا تقطعوه بشكل طولي ولا ديدي كيما راكم تشوفوا. راح نتبلوه، نزيدوا عليه شويه زيت مع شويه ليمون، فلفل اسود، عكري حار ولا حلو، الكركم، نزيدوا عليه تاني شويه كمون. توابل الدجاج بنوعين، عندي تابل الدجاج وتابل الدجاج والبطاطا. وما تنساوش تملحوا، وراح نحرك كل هدايا. ونكون تاني قطعت البطاطا ديدي وراح نملحها فقط، ما ندير لها والو ونقليها. والدجاج تاعي راح نحطه في مقله، وراح نغسل شويه هذيك التتبيله، نفرغ الماء فوقها ونخليه يطيب. راح نوجد البيشاميل تاعي، ندير شويه زبده ندوبها ونضيف عليها 2 ملاعق فرينه ونحركهم بيان هكذا فوق النار حتى تحسوهم طابوا شويه. ونضيفوا لهم ريتلا غير ربع تاع الحليب، نزيدوا عليها ملعقه صغيره تاع الملح وملعقه صغيره تاع فلفل اسود، ونقعد نحرك هكذا فوق النار حتى وين يتقلي الخليط. هنا نضيف له 2 ملاعق جبن كبار ولا ملعقه كبيره تاع الجبن. اذا عندكم جبن مبشور تاني زيدوا لها. حطيت البطاطا، حطيت فوقها هذاك الدجاج يكون طابلي، فرغت كامل الكريمه تاعي وزدت لها جبن مبشور من الفوق ودخلتها تتحمر فقط، كلش راهو طايب. وتحصلنا على باستيشيو بزاف بنين، يجي متشخ مفرمج ولا اروع. انا قدمته مع سندويشات تاع الخبز المنفوخ كما قلت لكم. المهم اذا عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم، كومنتير شباب، دعم، بارتاج، ونلتقي في وصفات جديده ان شاء الله. سلام.